عارف احساسك وانت واقف قدام اول صينيه مكرونه بالبشاميل تعملها بايدك، وانت اساسا واحد عمرك ما وقفت قدام بوتاجاز؟ يمكن كلامي يحسسك ان انا جعان، ولكن بصراحه يعني ده اقرب وصف انا لقيته للاحساس اللي انت هتحسه النهارده وانت بتعمل اول موقع بايدك، حتى لو انت واحد ما عندكش ادنى فكره عن تصميم المواقع. النهارده ان شاء الله لو مشيت معايا خطوه بخطوه كده هتلاقي نفسك على اخر الفيديو عندك القدره ان انت تصمم موقع من اوله لحد اخره لوحدك تماما، ومش طالب منك حاجه على فكره اكتر بس من شويه تركيز وتخليك رويح معايا كده. يعني لو الفيديو طول مننا شويه تخليك فاكر دايما ان الشرح المجاني ده مش هتلاقيه في حته. بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات يا معلم اتكلمنا عن مفهوم الموقع الالكتروني نظريا، وكمان عرفنا يعني ايه استضافه وعرفنا يعني ايه دومين، والحمد لله يعني الشرح كان باسلوب بسيط جدا يسهل على اي حد مبتدئ ان هو يفهمه. فطبعا انصحك بشده لو انت لسه ما شفتش الفيديو اللي فات تتفرج عليه الاول علشان بس تلنك الحدوته ماشيه ازاي قبل ما تدخل معانا النهارده في الشرح العملي. وهتلاقيني سايب لك الفيديو تحت في الديسكريبشن علشان ما تدورش كتير. فيديو النهارده بقى هو ترجمه عمليه لكل اللي قلناه الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل موقع الكتروني لمشروع كده من ضمن المشاريع الكتير اللي في دماغي، اللي ناوي اعملها ان شاء الله لما ربنا يكرمني ويبقى معايا فلوس، الا وهو مشروع الكوفي شوب. ومش القهوه، لا مش القهوه اللي بنقعد نتجمع عليها بالليل دي احنا واصحابنا، لا مش دي اللي انا قصدي عليها. انا قصدي على المحلات اللي بتبيع المشروبات كالقهوه ومشتقاتها، نسكافيه، كابتشينو، موكا، لاتيه، فلات وايت، وكل الكلام المكعبل ده اللي هي بتعدي عليها الصبح كده وانت رايح الشغل تضرب المشروب بتاعك، ويا سلام بقى لو معاه حته كرواسون ولا حته انجليش كيك كده علشان تظبط الدماغ على الصبح قبل ما تروح تقابل البشر اللي انت رايح تقابلهم. بص المشروع ده مشعشع في دماغي كده بقاله فتره، ولكن هو واقف على شويه حاجات بسيطه كده بصراحه، كام مليون جنيه، فاول ما يتوفروا ان شاء الله هنروح افتح المشروع ده. المهم احنا هنعمل النهارده موقع لحاجه شبه كده، وما يهمنيش نوع الموقع اللي احنا هنعمله قد ما يهمني ان انت تركز في الخطوات، لان في الاول ولا في الاخر ده مجرد مثال، ولكن الخطوات اللي احنا هنمشيها هتمشي معاك على اي نوع موقع انت عايز تعمله او اي نوع مشروع انت ناوي تعمل له موقع. مش هنرغي بقى اكتر من كده، كفايه الرغي اللي احنا رغيناه الفيديو اللي فات، ويلا بينا نروح نشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده ونقول بسم الله. هنروح نفتح موقع هوستنجر، وهتلاقيني سايب لك اللينك في الديسكريبشن، واللينك ده بقى هو لينك من شركه هوستنجر نفسها لمتابعين القناه، وكمان معاها كوبون خصم، واحنا بنشرح كده هوريك ازاي تفعله. اللي قدامك دي هي الواجهه الرئيسيه لموقع هوستنجر. بص هو في العادي الواجهه الرئيسيه شكلها مش بيبقى كده، اللي هو الاسود في كل مكان اللي انت شايفه ده، بس احنا حاليا في فتره البلاك فرايداي اللي هي تقريبا من نص 10 لحد نص 12، فعشان كده هم عاملين الاسود اللي في كل حته اللي انت شايفه ده. وزي ما انت شايف كده الخصومات بتوصل معاك لحد 80%، وغير بقى الخصم اللي على الاشتراك هيديك كمان 3 شهور مجانا. وده تقريبا كان السبب الرئيسي ان انا انزل الكورس في التوقيت ده بالذات، علشان نستفيد من كل الحاجات اللي موجوده دي. ومن المميزات القويه بقى الموقع هوستنجر ان هو بيديك حق استرجاع الفلوس بتاعتك بالكامل خلال 30 يوم لو في اي حاجه ما عجبتكش في الموقع. لو نزلنا شويه كده بالصفحه هنلاقي الباقات اللي بيقدمها الموقع، وعندنا 3 باقات: باقه البريميوم وباقة البيزنس وباقة الكلاود ستارت اب. لو انت شخص عادي هيكون مناسب معاك اكتر باقة البيزنس او باقة البريميوم، لان الباقة الثالثه دي تعتبر للشركات اكتر. زي ما انت شايف معايا كده الفرق في السعر ما بين باقة البريميوم وباقة البيزنس تقريبا كده 80 سنت، يعني اقل من دولار، يعني تقريبا كده بنتكلم في 35 جنيه بسعر النهارده. ولكن الفرق في المميزات اكبر من كده بكتير بقى. يعني خد عندك بقى، عندك مثلا الباقة بتاعت البريميوم بتديك 3 مواقع بس، انما باقة البيزنس بتديك 50 موقع. هتلاقي عندك كمان مساحة التخزين في الباقة البريميوم 20 جيجا على نظام تخزين اس اس دي اللي هي الهاردات بتاعت الكمبيوترات بتاعتنا كلنا اللي كلنا عارفينها. بينما بقى باقة البيزنس بتديك 50 جيجا مساحة تخزين على نظام تخزين اسمه ايه؟ NVMe، اللي هو اسرع من الاس اس دي بمراحل. طيب دي حاجه هتفرق معايا انا كواحد بيصمم موقع في ايه؟ هيفرق معاك ان انت الزائر اللي هيخش على الموقع بتاعك مجرد ما هيفتح الموقع كل الداتا هتحمل معاه، سواء بقى الصور، الفيديوهات، كل الكلام ده هتحمل معاه مره واحده، مش هتقعد تحمل حته حته زي ما بنشوف في بعض المواقع. هتلاقي عندك كمان امكانيه عمل 2 ايميل على باقه البريميوم، بينما باقه البيزنس بتديك 5 ايميل. يعني بيبقى عندك ايميل باسم الموقع بتاعك، يعني مثلا بدل ما يبقى احمد نبيل @gmail.com
هيبقى احمد نبيل اسم الموقع بتاعك .com. طبعا دي حاجه بتديك احترافيه اكتر وانت بتتعامل مع الناس. وطبعا كل المميزات اللي مكتوبه تحت باقه البريميوم دي هي بالظبط هتلاقيها في الباقه بتاعت البيزنس، زائد الحاجات اللي مكتوبه تحت البيزنس. يعني زي ما انت شايف كده، هو هنا كاتب لك everything in premium بلس الحاجات اللي مكتوبه دي، يعني هتاخد كل المميزات بتاعت البريميوم زياده عليها الحاجات دي كمان. ولكن اكتر فرق ملحوظ ما بين الباقتين، وده اللي هيفرق معانا فعلا، هو خدمات الذكاء الاصطناعي. يعني زي ما هو كاتب لك هنا كده build an e-commerce site with AI، يعني انشئ متجرك الالكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكمان كاتب لك ايه يا معلم AI agent for WordPress، يعني ممكن تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي مع الووردبريس. وطبعا مش محتاج اقول لك ان دي حاجه هتفيدنا في شغلنا بشكل كبير جدا. وكل المميزات بقى اللي احنا قلنا عليها دي مقابل بس فرق ما بين الباقتين تقريبا 35 جنيه في الشهر. فعشان كده اي حد ناوي يدخل المجال ده انا برشح له بقوه باقه البيزنس. طيب علشان نحجز بقى الاستضافه بتاعتنا هنروح ندوس على تشوز بلان، هيدخلنا على الصفحه دي علشان نختار فتره الاستضافه. طيب بديهيا وبالمنطق كده مفيش حد في الدنيا بيعمل موقع على الانترنت لمده شهر. اقل حاجه انت محتاجها علشان بس تجرب اداء الموقع بتاعك او اداء البيزنس بتاعك عموما هي سنه. يعني لو جينا هنا واخترنا 12 شهر هتلاقي تقريبا الشهر الواحد واقف عليك ب $4.5، وكمان معاك فري دومين اول سنه. على عكس بقى لو جينا هنا واخترنا شهر واحد هتلاقي الشهر الواحد واقف عليك تقريبا ب $14، يعني 3 اضعاف. وما تنساش ان انت كمان معكش فري دومين، فانت لسه هتدفع ثمن الدومين، وكمان عندك شويه مصاريف اداريه كده تقريبا $5، يعني انت بتتكلم في مجموع الشهر الواحد $19. طبعا سعر مبالغ فيه جدا بالنسبه للشهر الواحد، ده غير ان انا اصلا مش هفتح الموقع بتاعي لمده شهر بس. علشان كده طبعا يفضل ان انت اقل حاجه تختارها هي 12 شهر، وكل ما تعلى اكتر بالفتره كل ما هتوفر في تكلفه الشهر الواحد. طيب يلا بينا نكمل. احنا دلوقتي هنختار باقه ال 12 شهر. طيب بعد بقى ما هنختار الفتره اللي احنا عايزينها هنيجي هنا هنلاقي حاجه اسمها كوبون كود، هندوس عليها وهنكتب بقى هنا كوبون الخصم بتاعنا اللي انا كنت قايل لك عليه اول الفيديو. هنكتب كلمه احمد نبيل بنفس الشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي عمل لك خصم 10% على السعر الاجمالي، ودي حاجه بسيطه كده مننا لحبايبنا على القناه يعني اللي بيتابعونا. الله يا عم شبرق. بعد كده هندوس على كلمه كونتينيو. طبعا احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش اي اكونتات على موقع هوستنجر. هيطلب بقى منك هنا ان انت تعمل اكونت وتكتب الايميل والباسورد بتاعك، وبعد كده هيدخلك على صفحه بيانات الدفع. في الصفحه دي هنا هيبقى مطلوب منك ان انت تكتب اسمك وعنوانك ورقم تليفونك، وبعدين بقى هتختار طريقه الدفع اللي انت حابب تدفع بيها. وطبعا عندنا في مصر هنا عشان بس تبقى عارف الطرق اللي هتبقى متاحه معاك للدفع هي طريقتين، يا اما كريدت كارد يا اما فوري. هتشوف الطريقه بقى اللي تناسبك، ولكن بس في معلومه لازم تبقى عارفها ان الدفع عن طريق فوري بياخد 3 ايام عمل لحد ما يسمع عندهم. طيب انا هنا بس هدخل بيانات الكارت بتاعي وارجع لكم تاني. بعد ما هتتم عمليه الشراء هيدخلك بقى على الصفحه الرئيسيه لموقع هوستنجر، ومن هنا بقى معلم هتبدا تشوف بساطه وسهوله الخطوات اللي احنا هنمشيها علشان تعمل الموقع الالكتروني بتاعك. هنروح على الشمال وهندوس على كلمه ويب سايتس، بعدين من الصفحه اللي هتظهر لنا دي هندوس على اد ويب سايت، هيفتح لنا بقى القائمه دي. ولو تفتكر الفيديو اللي فات انا كنت قايل لك ان من اول هنا احنا عندنا اكتر من طريقه علشان تبدا تصمم بيها الموقع بتاعك، وبرضه قلت لك ان اشهر طريقتين في بناء المواقع هي الويب سايت بيلدر والووردبريس. وطبعا احنا علشان النهارده لسه يا دوبك اول خطوات عمليه في القصه دي كلها، فاحنا هنبدا بالحاجه الابسط والاسهل نسبيا اللي هي ويب سايت بيلدر. فهنروح هنا وهندوس على كلمه هوستنجر ويب سايت بيلدر، ويلا بينا. هيدخلنا على الصفحه الجميله الحلوه اللي قدامنا دي اللي انا اظن ان هي شارحه نفسها اصلا. وهنا بقى هتلاقي عندك سكتين، يا اما تكتب وصف للموقع اللي في دماغك والذكاء الاصطناعي يعمل لك كل الحدوته دي، يا اما بقى هتلاقي عندك تحت حاجه اسمها بري ميد تمبلت، ودي تعتبر نماذج جاهزه مسبقه الاعداد ممكن تختار منها الشكل اللي يعجبك. لو جينا مثلا نجرب وندخل عليها هيدخلك على الصفحه دي اللي هتلاقي فيها مئات الاشكال من القوالب الجاهزه اللي انت ممكن تختار منها الشكل اللي يعجبك وتبني عليه الموقع بتاعك. هتلاقي بقى عندك هنا زي ما انت شايف صفحات كتير ممكن تقعد تقلب فيهم كده ايه براحتك، وكمان هتلاقي عندك فوق هنا مقسم لك بقى الاصناف حسب نوع الموقع اللي انت عايز تعمله. يعني مثلا ممكن تعمل لاندنج بيج صفحه هبوط، او ممكن تعمل مثلا موقع للفاشن او الفوتوغرافي او بورتفوليو لو انت واحد مثلا شغال فريلانسر وكل الكلام ده، وكمان ممكن تعمل موقع تسويق ماركتنج، او حتى تعمل موقع اي كوميرس تجاره الكترونيه بقى وتسويق بالعموله والشغل الحلو بتاعنا ده وكل القصه دي. واكيد طبعا هنعمل فيديو نشرح فيه الكلام ده بعد كده، احنا مطولين مع بعض في الكورس ده. ولكن طبعا عشان احنا ناس شاطرين جدا وما بنحبش ناخد الحاجه على الجاهز، فاحنا مش هناخد اي حاجه من الحاجات اللي قدامنا دي، احنا هنروح نعمل الموقع بتاعنا من الصفر. وكل بقى اللي عليك هنا دلوقتي ان انت تكتب في اول خانه فوق اسم البراند بتاعك او اسم الموقع اللي انت عايزه، وفي الخانه اللي تحتيها بقى تكتب الشكل التخيلي للموقع اللي انت شايفه في دماغك. طيب يعني انا مثلا اسم البراند بتاعي اللي انا فكرت فيه او اسم المشروع اللي انا فكرت فيه ان انا اعمله هو ويك اند جو، يعني حاجه على نفس الوزن بتاع بيك اند جو كده، نفس الستايل. وعلى اساس طبعا ان المكان ده بيقدم قهوه، فكلمه ويك تديك مثلا احساس بالفوقان او الصحيان او كده، فايه
الدنيا تبقى ماشيه مع بعضها. بص انا بهبد ماشي، فخليك معايا للاخر. بعد كده بقى هننزل تحت وهنيجي للجزئيه بتاعه الوصف، وزي ما انت شايف كده هو هنا بس للاسف محدد لك 700 حرف علشان تكتب الوصف بتاعك اللي انت عايزه. وطبعا علشان نكتب وصف بقى مظبوط للموقع لازم نستعين بمساعده خارجيه، ومن غير ما اقول اكيد انت عارف هنستعين بمين؟ بشات جي بي تي. هنروح على عمك شات جي بي تي وهنقول له الاتي: ساعدني اكتب برومت لتصميم موقع على هوستنجر ويب سايت بيلدر. الموقع هيكون خاص بمشروع مقهى او كافيه يقوم بتقديم القهوه كمشروب اساسي الى جانب المشتقات منها، وايضا سيقوم بتقديم بعض منتجات الافطار التي تقدم مع القهوه مثل الكرواسون. وبعدين بقى هقول له اسم الموقع هو ويك اند جو. اجعل الموقع مقسم الى صفحات عديده كالصفحه الرئيسيه وصفحه الطلبات والمنيو وصفحه من نحن وصفحه التواصل. وبعدين بقى ما انساش انبه عليه واقول له ان البرومت ده ما يزيدش عن 700 حرف ويكون باللغه الانجليزيه. يعني زي ما انت شايف كده انا قلت له النشاط بتاع المشروع بتاعي، وكمان قلت له شكل الموقع اللي انا متخيله، وطبعا في ثواني هيكون كتب لك البرومت اللي انت عايزه. ولكن هو هنا بعد ما كتب لنا البرومت بتاعنا بيسالنا سؤال، بيقول لك ايه الستايل العام بتاع الموقع اللي انت عايز تعمله ده؟ تحبه مور اليجنت اكتر ولا مودرن؟ يعني هي عامله بالظبط زي ما تروح تختار العفش بتاع الشقه بتاعتك وتروح المحل تلاقي راجل بيقول لك انت عايزه يا باشا العفش مودرن ولا كلاسيك، نفس الفكره بالظبط. المهم هنقول له ماشي يا عم الحاج، ادينا واحد برومت كده وواحد برومت كده. تعال نجرب ناخد البرومت الاول ونشوف هيقول معانا ايه، وبعدين هنقول له بقى كرييت ويب سايت وهنستنى لما يخلص تصميم الموقع بتاعنا. وهو ده بقى شكل الموقع اللي خرج لينا من البرومت اللي احنا كتبناه. للوهله الاولى طبعا شكل الموقع حاجه فخمه جدا وزي ما بيقولوا كده اليجانت، واخد بالك انت، وبرده مقسم نفس التقسيمه اللي احنا كنا طالبينها في البرومت من شات جي بي تي. وطبعا كل الصور والحاجات اللي محطوطه دي هي بس حاجات افتراضيه، احنا دلوقتي هنغير كل الكلام ده بالصور اللي احنا عايزينها. يعني كل حاجه انت شايفها قدامك هنا بتتغير، الخريطه واللوكيشن والعنوان والارقام بتاعه التليفونات، كل حاجه من الحاجات دي هتتغير وهنكتب الحاجات المناسبه للمشروع بتاعنا. يعني من الاخر كده وبس هنا بيعرض لك ايه الشكل العام للموقع. يا اما الشكل ده عاجبك فهتكمل عليه وتغير بس التفاصيل بتاعته، يا اما هتقول له لا والله الشكل ده مش عاجبني اعمل لي واحد تاني. طب لو الشكل ده بقى مش عاجبنا هنعمل ايه؟ هنطلع فوق على الشمال كده وهندوس على كلمه كرييت اجين، وتعالى نجرب البرومت التاني اللي كان مديهولنا شات جي بي تي. وده الشكل اللي طلعنا بيه من البرومت التاني، بس اعتقد يعني في رايي الشخصي المتواضع ان الستايل الاول اللي كنا عاملينه كان احلى، انا شايف كده يعني. طيب لو عايزين نرجع بقى للشكل القديم هنعمل ايه؟ هنطلع فوق وهندوس على كلمه فيرجن هيستوري وهنختار فيرجن 1. طيب خلينا نكمل شغلنا على الشكل اللي قدامنا ده، وتعالى بقى نشوف هنعدل في تفاصيل الموقع ده ازاي. ويلا بينا نبدا الشغل وندوس على كونتينيو. دلوقتي احنا دخلنا على الصفحه اللي هنعدل فيها الشكل العام للموقع. اول حاجه بقى هتلفت نظرك ايه يا معلم؟ ان كل عنصر موجود في الموقع هو عنصر قابل للتعديل، يعني بس بمجرد ما تقف عليه بالماوس كده تقدر تعدل عليه زي ما انت عايز، وهنشوف ده دلوقتي. وتاني حاجه هتلاحظها بقى ان الصفحه الواحده متقسمه سكاشن علشان تقدر تعدل فيها بسهوله. وتعالى بقى دلوقتي نمسك السكشن الافتتاحي للموقع ونشوف هنعدل عليه ازاي. طبعا اول حاجه لازم تتغير في الشكل اللي قدامك ده هي الصوره اللي جايه بالجنب دي، مش راكبه معايا بصراحه. تعال نشوف هنغيرها ازاي. هنروح ندوس هنا، بعد كده هنروح ندوس على edit section. هتلاقي بقى عندك اكتر من اختيار، يا اما تحط لون ساده، يا اما تحط صوره، يا اما تحط فيديو. لو عايز تحط مثلا اي لون ساده زي الابيض او الاسود ممكن تختار اللون من هنا، بس انا اعتقد يعني ان احنا لو حطينا صوره هيبقى الشكل افضل. هنروح ندوس هنا على كلمه add image، هيفتح لك الصفحه دي. ومن هنا بقى لو عايز تحمل اي صوره انت عايزها بتحملها، وحتى لو عايز تكريت صوره بالاي اي مديك الاوبشن ده. ممكن تختار بقى اي صوره انت عايزها من مكتبه الصور بتاعه الموقع نفسه. يعني من الاخر كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها هنا، مش محتاج تطلع بره. طب تعالى مثلا ندور كده في المكتبه بتاعه الموقع على اي صوره مناسبه ونشوف هيطلع لنا ايه. هنروح هنا وهنكتب كوفي شوب. هتدعبس بقى في الصور اللي هتطلع لك دي براحتك، وهتختار الصوره اللي على مزاجك. يعني انا مثلا ممكن اختار الصوره دي، اعتقد ان هي هتبقى مناسبه جدا في افتتاحيه الموقع. وطبعا بعد كده هنروح بقى نشيل الصوره الافتراضيه اللي هو كان حاططها دي، ومتهيألي ان كده الشكل العام في الافتتاحيه بقى احسن بمراحل. لو جيت وقفت هنا كده بالماوس تقدر تتحكم في حجم القسم بتاعك لو شايف انه واخد مساحه اكبر من حجمه بالشكل ده. بعد كده تقدر تتحكم في اي عنصر موجود في السكشن بتاعك عن طريق بس ان انت تقف عليه بالماوس. يعني مثلا ممكن نحرك الكلام ده ونغير مكانه ونحطه من هنا لهنا، او تحطه في اي مكان تاني انت شايفه مناسب اكتر. ولو جيت بقى ودوست هنا كده على كلمه edit text هتقدر تتحكم في اوبشنز كتير قوي تخص التكست ده، يعني زي مثلا اللون والخط والحجم وكل القصه دي. وكمان لو عايز تغير التكست يعني اكيد ممكن بمنتهى السهوله تمسحه وتكتب غيره. يعني مثلا ممكن نمسح ده ونكتب مكانه فريش كوفي افري داي، يعني احنا بنقدم لك قهوه طازه كل يوم، وكانه عنوان للمكان. معرفش ايه قهوه طازه دي بس ماشي. احنا قلنا من الاول انا بهبد، واخد بالك انت، خليك معايا للاخر بقى.
وبعد كده مثلا ممكن نكبر الحجم بتاع الخط شويه من هنا، وكمان ممكن نعدل على اماكن التكست بالشكل ده، واعتقد ان الدنيا بقت شكلها كده مناسب اكتر. طيب احنا دلوقتي هنا عندنا في زرار اسمه اوردر ناو، المفروض ان انا لما هدوس عليه هياخدني للصفحه بتاعه الاوردرات. طيب هنعمل بقى الحركه دي ازاي؟ تعال نشوف. في الاول طبعا مش محتاج اقول لك ان انت لو حبيت بس تغير المكان بتاع الزرار ده تحطه في اي حته تاني في الواجهه، مش محتاج اقول لك تعمل ايه. لو جيت هنا ودوست على الزرار ده دبل كليك هتطلع لك قائمه التعديلات دي. اول حاجه هتلاقيها قابله للتعديل معاك هي الكلام اللي مكتوب جوه الزرار نفسه، زي مثلا كلمه اوردر ناو. يا اما تسيبها زي ما هي، يا اما انت لو شايف ان في كلمه اشيك من كده شويه ممكن تحطها. يعني مثلا ممكن نكتب هنا مكانها بليس يور اوردر. تحتيها على طول هتلاقي حاجه اسمها لينك تو، وهنا انت بتقدر تتحكم في المكان اللي هيروح عليه الزائر اول ما يدوس على الزرار ده. يعني مثلا احنا عايزينه اول ما يدوس على الزرار ده يروح على صفحه الاوردرات. هنيجي هنا وهنختار بيج، وبعدين هتلاقي في سهم تاني هيظهر لك كده هتختار منه الصفحه اللي انت عايز الزائر يروح عليها. في الحاله بتاعتنا دي هنختار صفحه اوردرز، وبعدين هتلاقي عندك اختيار تاني هنا اسمه اوبن ان نيو تاب. ده ممكن تفعله وممكن تلغيه لو انت عايز الصفحه بتاعت الاوردرات اللي هيروح عليها العميل دي تفتح في تاب تانية لوحدها، او تفتح في نفس التاب اللي انت عليها. وبعدين مثلا ممكن نحرك مكان الزرار ده كده ونخليه هنا تحت اسم المحل، وكمان ممكن نمسح النجوم اللي هو حاططها دي، انا شايف ان هي ملهاش لازمه اصلا. ولو جيت بقى عملت اي حركه مفاجاه وانت بتعدل على الموقع وعايز ترجع خطوه لورا، هتلاقي عندك فوق هنا الزرار بتاع الاندو، ممكن تدوس عليه هيرجعك خطوه لورا. لو جيت بصيت معايا فوق هنا هتلاقي في علامه لابتوب وفي علامه موبايل. من هنا بقى انت ممكن تعرض شكل الموقع بتاعك حسب المكان اللي هيفتحه الزائر منه، سواء هيفتحه من اللابتوب او هيفتحه من الموبايل. في معلومه على السريع بس كده احب اقولها لك، ان انت لو فتحت الشكل بتاع الموبايل وعدلت في اي حاجه، غيرت مكان اي حاجه في الشكل بتاع الموبايل ورجعت تاني للشكل بتاع الكمبيوتر، مش هتلاقي فيه اي حاجه متغيره. التعديلات اللي على الشكل بتاع الموبايل بتاثر على شكل الموبايل بس. علشان كده يفضل ان انت الاول تخلص كل التعديلات اللي انت عايزها في منظور الكمبيوتر، وبعد كده تروح على المنظور بتاع الموبايل لو عايز تحط اي تعديلات بسيطه او شويه رتوش كده ممكن تعملهم. طيب احنا كل ده لسه بنعدل على السكشن الافتتاحي بتاع الموقع. اولا عشان ده اول حاجه الناس بتشوفها اول ما تخش على الموقع، ثانيا عشان اي تعديلات بنعملها على السكشن ده بتنطبق على باقي السكاشن. لو جينا على الشمال هنا ودوسنا على كلمه elements هيفتح لك قائمه فيها عناصر مختلفه ممكن تضيفها للسكشن بتاعك. عايز مثلا تضيف تكست، عايز تضيف صوره، عايز تضيف فيديو، عايز تضيف خريطه للمكان. في اضافات كتير قوي هنا في القائمه هتلاقيها ممكن ان انت تضيفها جوه القسم بتاعك. يعني مثلا هنا ممكن تضيف ايقونات لصفحات السوشيال ميديا بتاعتك. يعني مثلا تعالى نجرب ونحط ايقونات السوشيال ميديا دي، وبعدين نسحبها ونحطها هنا. وكمان المفروض نعدل على لونها، نخليها باللون الابيض علشان كمان تظهر في المكان اللي احنا حطيناه فيه ده. علشان نعمل كده هنروح ندوس على التابه بتاعت ستايل وتعدل بقى اللون براحتك. وكمان هنا في الحته بتاعت الالوان دي هتلاقي في حاجه اسمها هوفر، وده اللي هو ايه بقى، لما تروح تقف بالماوس كده على ايقونه معينه لونها يتغير. يعني ادق التفاصيل انت بتعدلها. ممكن مثلا هنا انا عن نفسي اخلي الهوفر باللون الازرق. وكمان هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها انيميشن، وهنا بتختار حركه ظهور الايقونات اول ما تفتح الموقع. ولو عايز بقى تشوف شكل التاثيرات اللي احنا عملناها على الموقع لحد دلوقتي هتطلع فوق وهتدوس على كلمه بريفيو. والشكل اللي قدامك ده هو الشكل اللي هيظهر للناس اول ما هتدخل على الموقع لحد دلوقتي، يعني احنا لسه ما خلصناش. من الاقسام المهمه جدا في الموقع واللي كمان لازم تاخد حقها في التعديل هو قسم الهيدر، اللي هو بيكون اول حاجه كده في الموقع فوق خالص، بيكون فيه الاسم واللوجو بتاع المحل والصفحات بتاعه الموقع. وعلشان نعمل بقى التعديلات اللي انا بقول لك عليها دي هنروح ندوس هنا كده وندوس بعد كده على اديت هيدر. من القائمه بقى اللي هتظهر لك دي هتلاقي عندك اختيارات تعديل كتير جدا. يعني مثلا من هنا ممكن تعدل على المساحه اللي ما بين الصفحات وبعضها، وكمان ممكن تتحكم في حجم القسم نفسه. من هنا ممكن توسعه او تضيقه، ولو مش عاجبك ترتيب العناصر في القسم ممكن تغيره بكل سهوله وتعدل عليه من هنا. وبعدين من التابه بقى بتاعت Elements هنا ممكن تعدل على اللوجو بتاع المحل بتاعك بمنتهى السهوله، سواء بقى تعدل على الخط او تعدل على الكلام نفسه او تعدل على اللون، او انت مثلا في لوجو انت عامله سواء على كانفا او على اي حته تانية وعايز تضيفه في الموقع. كل الكلام ده من الجزئيه دي. انا حاليا بصراحه مش مجهز اي لوجوهات يعني، فهخليه كده زي ما هو على وضعه، ولكن اديك عرفت المعلومه. نفس الكلام بقى لو نزلنا تحت خالص كده بالصفحه هتلاقي اخر سيكشن عندك تحت بنسميه الفوتر، والسيكشن ده غالبا اللي يكون فيه بيانات التواصل بتاعتك اللي عايز تظهرها للناس. وطريقه التعديل عليه هي بالظبط نفس الفكره بتاعت الهيدر او اي سيكشن تاني، ما فيهاش اختلاف. يعني مثلا ممكن تغير اللون او مثلا تحط صوره او تحط فيديو، كل واحد بقى نظرته وذوقه زي ما قلنا قبل كده. طيب احنا كده عرفنا ازاي نعدل على اي سيكشن ونغير شكله ونغير شكل العناصر اللي جواه. طب افرض بقى في سيكشن كامل كده من بابه مش عاجبني وانا عايز امسحه، اعمل ايه؟
بسيطه وسهله. هتروح تقف كده على اي سيكشن، ومن الشريط اللي هيظهر لك ده هتدوس على كلمه ديليت. هيجي واحد تاني بقى يتفزلك، يقول لك ايه، لا انا السيكشن ده عايز اخفيه من المنظور بتاع الموبايل بس يظهر عادي للناس اللي هتفتح من الكمبيوتر. فاحنا هنرد عليه ونقول له ايه، برضه بسيطه وسهله، يعني ما عندناش حاجه معقده. من نفس الشريط اللي هيظهر لك ده هتيجي هنا وتدوس على علامه العين دي وتختار بقى القسم اللي انت عايزه يظهر فيه والقسم اللي انت عايزه يختفي فيه. طيب حلو قوي الكلام لحد كده. انا دلوقتي فهمت لو انا عايز امسح قسم من الموقع اعمل ايه. طب افرض بقى انا عايز اضيف قسم جديد للموقع. هتيجي هنا بين اي تو سيكشن وتقف بالماوس بتاعك، هتلاقي كلمه اد سيكشن ظهرت لك على طول. لو جيت دوست عليها هيطلع لك بقى اشكال مختلفه كتير للقسم اللي انت عايز تضيفه. وغير بقى الاشكال اللي هتطلع لك دي، لو جيت بصيت معايا هنا هتلاقي في اصناف وانواع مختلفه للاقسام اللي انت ممكن تضيفها على الموقع. طيب هنسيبنا بقى من قصه التعديل على الاقسام دي، وتعالى نروح بقى ايه لجزئيه تانية. دلوقتي احنا عندنا الصفحات بتاعه الموقع اهي موجوده فوق كده في الهيدر زي ما قلنا. طيب لو انا عايز اغير الترتيب بتاعه الصفحات دي او اضيف صفحه او امسح صفحه اعمل ايه؟ هنروح مع بعض كده على اقصى الشمال وهندوس على كلمه pages يعني صفحات. هيفتح لك بقى القائمه الفرعيه دي وهتلاقي فيها كل الصفحات اللي موجوده حاليا عندك على الموقع. من هنا بقى ممكن تعمل كل التعديلات اللي انت عايزها على الصفحات دي. وعلشان تخش بقى على القائمه بتاعت الاعدادات بتاعت كل صفحه هتيجي بس هنا وتدوس على الثلاث نقط دول. ومن القائمه اللي هتظهر لك دي مثلا ممكن تخلي الصفحه دي هي الصفحه الرئيسيه للموقع، او مثلا ممكن تعمل لها رينيم تعدل على اسمها، او ممكن تمسح الصفحه دي لو انت عايز يعني. ممكن كمان تعيد ترتيب الصفحات عن طريق بس ان انت تسحبهم كده بالشكل ده. لو بقى عايزين نضيف صفحه جديده من اولها من بابها هننزل تحت هنا وهندوس على كلمه اد بيج. وطبعا الصفحات يعني زي ما انت عارف انواع مختلفه واشكال مختلفه. يعني مثلا ممكن تضيف صفحه فاضيه خالص وتملاها انت على مزاجك، وكمان ممكن تضيف بلوج يعني صفحه تكتب فيها مقالات، وكمان ممكن تضيف ايه يا معلم، اونلاين ستور. طبعا جزئيه الاونلاين ستور دي مهمه جدا، فعشان كده تعالى نشرحها لان انا متاكد ان انت هتحتاجها. لما هنيجي ندوس هنا على اونلاين ستور هيخيرك ما بين شكلين في طريقه عرض المنتجات، يا اما الصوره بتاعت المنتج بس وبعدين علشان تشوف التفاصيل بتاعته هتضطر تدخل عليه، يا اما الصوره والتفاصيل كده مع بعض في شكل واحد من بره. طيب تعالى نختار الشكل ده كده ونضيف الصفحه ونشوف هنعمل ايه. بعد بقى ما ضفنا الصفحه بتاعتنا هنروح هنا وهندوس على كلمه مانج برودكتس. هتلاقي هنا هيطلع لك كل المنتجات الافتراضيه اللي الموقع حاططها لك، هنعلم عليها كلها وهنمسحها مش محتاجينها. وبعدين هنروح هنا وهندوس على اد برودكت علشان نضيف المنتج بتاعنا. هيخيرك هنا ما بين كذا شكل من اشكال المنتجات، منتجات ملموسه، منتجات رقميه، وكل الكلام ده. طيب هنروح هنا وهنختار فيزيكال برودكت لان اكيد وقطعا المنتج بتاعنا هيكون منتج ملموس ما فيهاش كلام يعني. من المنتجات بقى اللي انا شفتها بتتباع في النوعيه دي من الكوفي شوبس هي ايه؟ اكياس البن. يعمل لك كده كيس بن من البن بتاع المحل اللي انت بتحب تشرب منه ويغلفه لك تغليفه حلوه ويحط لك عليه اسم المحل واللوجو بتاعه ويبيعه لك. طيب تعالى بقى نشوف نضيف منتج زي ده ازاي. اول حاجه هنعملها هنرفع صوره المنتج بتاعنا على الموقع. انا كنت محضر صوره هنا كده، تعالى نعمل لها ابلود. وبعدين هنا بيطلب منك ايه اسم المنتج اللي انت عايز تبيعه. انا مثلا ممكن اقول له ايه، روستد كوفي بينز باكيت، يعني باكيت بن محمص. وبعد اذن حضراتكم يعني محدش يضحك عليا عشان احنا ايه بنرتجل مع بعض كده علشان نخلص الشرح ده. وبعدين بعد ما تكتب الاسم كده هتلاقي في خانه مكتوب عليها ريبون، ودي جمله خاصه كده بتكون مكتوبه جنب المنتج، يعني زي مثلا المنتج ده لسه واصل دلوقتي، العرض ده لفتره محدوده، وكل الكلام ده. فاحنا مثلا ممكن نكتب هنا ايه نيو ارايفل، يعني المنتج ده لسه واصل لنا جديد. وبعدين هنا في الخانه بتاعت الديسكريبشن هتكتب وصف بسيط عن المنتج بتاعك. وننزل تحت شويه بعد كده في الخانه بتاعت السعر، ممكن مثلا نحط في الخانه بتاعت السعر ان الباكت ده هيبقى عامل 100 جنيه، ونحط في الخانه بتاعت الخصم 10 جنيه. وبعدين في الوزن بتاع العبوه ممكن مثلا نخليها نص كيلو. ومن هنا ممكن تعمل تتبع لكميه المنتج اللي موجوده عندك في المحل، ممكن مثلا نخليها 100 قطعه. وهنا بقى بتحدد عدد القطع او العبوات اللي لما يوصل عندها المخزون بتاعك الموقع يديك تنبيه علشان تطلب تاني. ممكن مثلا دي نخليها كام، 10. وبعدين بعد ما نخلص هننزل تحت وهندوس على سيف. هتلاقي المنتج بتاعنا اتضاف في القائمه بتاعه المنتجات. بس هو من الواضح يعني ان في غلطه احنا عاملينها، يعني هو المفروض السعر 100 والخصم 10، يعني المنتج يطلع ب 90 مش ب 10 زي ما هو مكتوب. يعني تقريبا كده احنا فهمنا الجزئيه بتاعت الخصم دي غلط. هندخل تاني عليها وهنعدل وهنكتب هنا في الخانه بتاعت الخصم 90 جنيه. وده كده شكل المنتج بتاعنا اللي هيتعرض في الاونلاين ستور اللي عملناها. طيب ناقص بقى نحدد ايه طريقه الدفع. هنروح على الشمال هنا وهندوس على كلمه ستور، ومنها هندوس على اد بيمنت ميثود. لو انت كنت بتعمل الموقع ده في اي دوله اجنبيه تانية كنت هتلاقي هنا كذا طريقه للدفع ممكن ان انت تحطها، يعني على سبيل المثال مثلا باي بال او ابل باي وكل الكلام ده.
ولكن عندنا في مصر هنا مش بيبقى متاح عندك غير طريقه واحده، وهي مانيوال بيمنت، ودي بتكون عباره عن حاجتين: يا اما كاش اون ديليفري، يعني لما الحاجه توصلك تدفع ثمنها، او ان انت تعمل تحويل بنكي مباشر على حسابك. وفي طريقه تانية اغلب الناس بتعملها، بس دي لازم تستنى بعد ما تفتح المحل. يعني اول ما يبقى معاك سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، بتروح تعمل بوابه دفع محليه وتحطها على الموقع بتاعك. وفي كذا شركه بتقدم لك الموضوع بتاع بوابه الدفع ده، ولكن اشهرها يعني فوري وباي موب. ولكن طبعا الطريقه دي مش متاحه حاليا دلوقتي في الشرح بتاعنا، ولكن خلي عندك المعلومه علشان تبقى عارفها. في بقى جزئيه مهمه جدا احنا لسه ما اتكلمناش عنها لحد دلوقتي، وهي صفحه المنيو. لما هنيجي نروح على صفحه المنيو هتلاقي حاطط لك منتجات افتراضيه بناء على نوع الموقع اللي انت عامله. هتلاقي اسبريسو، هتلاقي كابتشينو وموكا وفلات وايت وكل الحاجات الحلوه دي. وطبعا دي المشروبات الاساسيه يعني اللي موجوده في اي محل من المحلات دي. وطبعا بسهوله جدا يعني ممكن نعدل على الصفحه هنا ونعدل على كل جزئيه فيها زي ما انا وريتك قبل كده. كمان هتبقى حاجه لطيفه يعني لو ضفنا صوره صغيره كده جنب كل منتج من المنتجات دي. هنروح على الشمال وبعد كده هندوس على اليمنتس، ومنها هندوس على ايمج. طبعا هو هنا معلش حذف لك الصوره في اي حته، فهنصغرها احنا كده ونسحبها في المكان اللي احنا عايزينه. وطبعا المفروض ان كل الصور اللي احنا هنحطها على الموقع بتاعنا تكون صور واقعيه من المنتجات اللي احنا بنقدمها. يعني مش هتبقى صور من على النت زي ما احنا بنعمل دلوقتي. انا بس دلوقتي بشرح لك الطريقه، واكيد انت فاهم الكلام ده يعني. وطبعا لازم تبقى عارف ان كل التعديلات اللي احنا عملناها النهارده دي بس تعديلات بسيطه علشان افهمك طريقه التعديل على الموقع بتكون ازاي. ولكن طبعا اكيد في الواقع العملي هيكون عندك تعديلات اكتر من كده بكتير. هتحط بقى صور المحل من جوه ومن بره، وارقام التواصل واللوكيشن بتاع المكان وكل الكلام ده، وتحط بقى كل صور المنتجات اللي انت بتقدمها: مشروبات، مأكولات، حلويات، وترص بقى المنيو كله. بعد بقى ما تخلص كل التعديلات اللي انت عملتها على الموقع دي وتبقى مبسوط وراضي كده من جواك، مش بيبقى فاضل غير حاجه واحده: ان احنا نرفع الموقع ده بقى على الانترنت علشان يبدا يظهر للناس. وده بس عن طريق ان انت هتيجي هنا وهتدوس على كلمه جو لايف علشان الموقع بتاعك يطلع مباشر ويكون متاح للناس كلها. ولكن انت لو مركز معايا من الفيديو اللي فات هتعرف ان في حلقه ناقصه: الدومين، اسم الموقع يابا. فين ال www.wecango.com؟ فين دي ناقصه. بعد ما هتخلص الموقع بتاعك وقبل ما تطلع لايف هتلاقي هنا عندك حاجه اسمها كونكت دومين، يعني اربط لي بقى الموقع ده على الدومين اللي الناس هتدخل منه. وهتلاقي هنا كمان الموقع مديك دومين مؤقت كده تشتغل عليه في مرحله التعديلات دي، وبعدين بقى تغيره بعد ما تخلص وتحط الدومين الثابت بتاعك عن طريق ان احنا هنيجي هنا وهندوس على تشينج دومين. هديك بقى دلوقتي معلومه مهمه جدا، للاسف انا ما كنتش اعرفها غير بعد ما وقعت فيها. ما هو محدش بيتعلم ببلاش. لو تفتكر معايا اول الفيديو خالص، حاسس ان اول فيديو ده كان حاجه من زمان قوي يعني، بس لو تفتكر معايا انا قلت لك ان انت بتاخد دومين مجاني في الباقه اللي انت بتشترك فيها. انا بقى كنت فاكر ايه؟ ان كل موقع انا هعمله هيديني معاه ايه؟ دومين مجاني. خصوصا ان هو كان كاتب لك في الاول خالص وانت بتشترك في الباقه ان انت معاك لحد 50 موقع ممكن تعملهم. ولكن هي القصه ما طلعتش كده. هي القصه طلعت ان هو بيديك دومين واحد مجاني. اول دومين انت بتعمله ده بيكون مجاني ومن غير فلوس، وبعد كده اي موقع تاني هتعمله من ال50 موقع اللي هم مديهم لك، كل دومين هتنشئه هيكون بفلوس. فطبعا العبد لله اول ما اشترى الاستضافه دي فعملت دومين خاص بيا احمدنبيل.com، على اساس ان في موقع انا بحضره وكده هيكون عليه كورسات ودورات وكل الكلام ده. لما جيت بقى وانا بعمل الشرح ده اعمل دومين جديد باسم wecango.com، قال لي لا خلي بالك ده انت هتدفع عليه فلوس. يعني زي ما انت شايف كده وهنا كاتب لنا ان الدومين ده هيكلفنا $3 في السنه. ولكن في حالتك انت طبعا لو ده اول موقع ليك بتعمله فهتلاقي مكتوب هنا عندك فري دومين. ودي معلومه مهمه جدا على فكره، لازم تشكرني عليها علشان انا وقعت فيها واديتها لك على الجاهز. هندوس بقى نيكست علشان تكمل ربط الموقع بتاعك بالدومين، وكده احنا خلصنا. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.